السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنغطي أسئلة كتيرة جدا عن الصدقة، لأن كده من البداية كده حاسك في حاجات ياما انت كده يعني ايه، حاسك تايه في الموضوع. تمام. بصراحة أنا عندي سؤال محيرني قوي. هي الصدقة مهمة لدرجة إن ربنا يأمرنا بيها قوي؟ بص، يعني أنا عاوز أقولك حاجة. ربنا ما أمرناش بالصدقة علشان هي بتساعد الفقير والمحتاج، وبيحصل توازن في المجتمع، وان هي بتبعد عنك عين الحاقدين والحاسدين من الفقراء، ان هم شايفينك ان انت عمال ترتقي ان شاء الله يعني في الدنيا، وهم لسه تحت. مش بس كده، ربنا امرنا بالصدقة لان هي في الاساس بتطهر قلب المتصدق، وبتزود له رزقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. يعني الفلوس اللي انت بتتبرع بيها ديت وتطلعها صدقة مش بتنقص، ده بتزيد وترجع لك زيادة في السعة والبركة. طب ازاي يعني الفلوس اللي معايا مش هتنقص؟ يعني انا معايا 100 جنيه، خدت منهم 20 طلعتهم صدقة، اتبقى معايا 80. ازاي بقى الفلوس ما نقصتش؟ كلامك صح فعلا. انت لو جبت آلة حاسبة وكتبت 100 ناقص 20 هيطلع لك 80 فعلا. بس حسابات ربنا غير، هترجع لك بركة في رزقك. ازاي يعني؟ ان انت ممكن كان هيجيلك بلاء هتصرف عليه الوفات اضعاف مضاعفة من اللي انت طلعته صدقة، بس ربنا منع عنك بسبب الصدقة دي. وان انت هيفتح لك ابواب ويرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. ابواب كنت انت شايفها مستحيل تتفتح، بس اتفتحت لك علشان الصدقة دي. طب هل الصدقة يعني ليها اثر تاني غير البركة؟ يعني ممكن مثلا تبقى لها كذا اثر مثلا واحنا مش عارفينه. اصل كل اللي بيتكلم دلوقتي بيتكلم عن ان الصدقة ليها بركة بس. انا عاوز اعرف بقى، هي في حاجة تانية ولا لأ؟ ايوه طبعا ليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني الصدقة دي ممكن تكون شفاء لمرض استعصى على كثير من الأطباء، وكتير جدا من الدكاترة ما قدروش يعالجوا المريض ده. بسبب الصدقة المريض ربنا يكرمه الشفاء من المرض ده. وفي ناس ياما قوي جربوا الموضوع ده بنفسهم ولقوا ان هو فعال جدا. طبعا انت عارف ان العيش الايام دي غالي قوي، والفلوس يعني على قد، وانا راجل بشتغل على دراعي وبطلع اكل عيش اليوم بيوم كده يعني. فهل في طرق ان انا اطلع بيها صدقة من غير الفلوس يعني، ولا هو لازم فلوس في كل حاجة؟ لا طبعا خالص، مش لازم فلوس. انت هنا مش بتتعامل في الدنيا، انت هنا بتتعامل مع الله عز وجل. يعني قد يكون الفلوس ليها وضع والحاجات التانية لها وضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. يعني أي حاجة أنت بتعملها لوجه الله تعتبر صدقة وتتحسب لك. طب يا ريت تدلني إيه الأفضل، إن أنا أطلع صدقة في السر ومحدش يعرف، ولا في العلن وأصور نفسي وأنا بدي الصدقة وكده؟ لان بصراحة من اللي بيحصل الايام دي انا عقلي اتشتت، ما بقيت مش عارف. كل واحد عمل شوية فيديوهات وبقى عنده 5 6 مشتركين، يطلع يجيب شوية فلوس ويقول للناس التانية وتصدقوا وبتاع ويديهم يعني. فانا مش عارف بصراحة. هو طبعا يعني الافضل ان انت تتصدق في السر ومحدش يعرفك، لان دي بتبقى احرى وافضل من ان انت تقع في الرياء والسمعة، وان انت يجي في قلبك ان انت بتتصدق عشان الناس تشوفك. لكن وحط تحتها 100 خط، لو هتقدر تتصدق في العلن علشان الناس تشوفك ويعملوا شكلك بهدف ان هم يتصدقوا كمان وتعم هذه الصدقة والحسنة، بس ده بشرط ان انت تكون متحكم في نيتك 100%. لو هتقدر توكل على الله، لو مش هتقدر ابعد وما تجازفش، لان الخطر مش هوين. تمام. انا يعني ساعات بكسل اطلع الصدقة وبخاف،
بخاف ان انا بعد كده ملاقيش اكل. ما هو انا بطلع فلوس مثلا شوية صغيرين، 100 جنيه في اليوم، لو طلعت منهم 20 ممكن ال20 دولت تبقى بنتي عاوزة بيهم اكل وانا معيش فلوس، اخلص التمرين كلهم ولسه انا عاوز اكل تاني ومعيش فلوس اجيب، اعمل ايه يعني؟ افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. يعني كل اللي انت انفقته دوت هيرجع لك اضعاف مضاعفة. مش متخيل ابدا ان انت دفعت 20 جنيه من المية هيبقوا 80، ابدا ابدا ابدا. وافتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. يعني ممكن تكون انت عملت معاصي وربنا غضب عليك بسبب المعاصي ديت، فجيت انت تصدقت فربنا عز وجل يرضى عنك ولا يغضب عليك بسبب الصدقة دي. فده يخليك ان انت دايما دايما عاوز تتصدق، ويكون حافز ليك ان انت تتصدق دايما. تمام. طب قول لي بقى، ايه اكتر حاجة ممكن تحمسني ان انا اطلع صدقة؟ لان بصراحة انا من جوايا حاسس ان الموضوع يعني ايه، احنا مدينه زيادة عن حجمه. فاهم ازاي؟ تخيل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني بالكلام ده ان انت ممكن تطلع جنيه واحد صدقة يترد لك 700 جنيه. مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. ممكن الجنيه ده يترد لك 1,000,000 جنيه. فده حافز يخلي فكرة الصدقة مشعللة في دماغك. فاهم؟ مشعللة في دماغك. الله يبارك فيك، انت كده اقنعتني. وان شاء الله ربنا يقدرني وهطلع كل يوم جزء من الصدقة. هخصص كل يوم مبلغ، سواء جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، على حسب ما اقتدر، واطلعه صدقة ان شاء الله. الله يبارك لك ويحفظك. ودايما خلي فكرة الصدقة تكون لله عز وجل، وان انت تبتغي بها مرضاة الله، واوعى تكون هدفك الرياء والسمعة. والا والله الفلوس اللي انت بتطلعها دي هتكون حجة عليك يوم القيامة. تمام. ودايما خلي لنفسك صدقة جارية، ممكن هي اللي تنفعك في وقت مفيش حاجة هتنفعك فيه إلا عملك الصالح. ويا رب تكون كده الأسئلة دي جمعت لك أكبر قدر ممكن من الأسئلة اللي كانت في دماغك. تمام. وبس كده. بس دايما خليك فاكر قول الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكده نكون خلصنا لقائنا مع هذا الرجل الطيب. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وإنك تقول لنا رأيك في هذه الحلقة. وطبعا عاوزين نعرف هل احنا مستوانا بيتقدم ولا احنا لسه زي ما احنا ولا احنا بنقل. يعني شارك معانا يعني عشان نطور من نفسنا. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.